حاجة الناس اليوم، خصوصا اليوم هذا وهذا الزمان، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاجة شديدة، لأجل علاج ما يقع فيه المجتمع من المخاطر والمهالك بسبب الذنوب وبسبب الضلال الذي يموج في الناس والفتنة، لا منقذ منها بعد الله سبحانه إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا تركناه فإن المنكر ينتشر ويختفي المعروف. هذا هو سبب الاهتمام بهذا الجانب وتأكده في هذا الزمان، لأن الشيء يتأكد عند الحاجة إليه، وأعظم ما تكون الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الزمان الذي لم يقتصر المنكرات فيه على البلد أو المملكة فيما بينها، ولكن يأتيها مدد من الخارج. هذه المصيبة يأتيها مدد من الخارج، من الكفر والإلحاد والشهوات والشبهات، مدد عظيم يأتي من الخارج بواسطة القادمين إلينا من الأمم وبواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي غشيت بلادنا، فاشتد الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقاومة لهذه الأخطار، وإلا فإن الهلاك محقق بلا شك.